مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ طبعا يا جماعه، قبل ما نبدا الفيديو اللي معانا النهارده عايزين الكل ينزل يصلي على النبي ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان كل فيديوهاتنا الجديده توصلكم حضراتكم اول باول. النهارده بقى داليا معانا فيديو هنتكلم فيه عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن النشيد الوطني السوداني يا باسيو. طبعا احنا عارفين طبعا ان اي نشيد وطني بيعمل ايه؟ طبعا يا داليا، كل دوله عربيه لها نشيد وطني مخصص له. ايوه. كلمات النشيد الوطني عامه لاي دوله يعني بيتكلم عن الدولة. أيوة. يعني بص اكن هو اسم الدولة. ما هو اكيد. خلي بالك طبعا اي نشيد وطني لما بيجي بتغني بيلهم حماس اي حد بيسمعه. وخلي بالك بقى في ناس من الناس اللي هم بقى بيخافوا على الوطن قوي، بيحبوا الوطن قوي. الناس دي بتعيط لما يسمعوا أيوة. النشيد الوطني. على فكره يا بسيونه، متهيألي اي حد يعني مش شرط السودان او اي واحد طبعا احنا كلنا عندنا انتماء لبلدنا. اكيد. ماشي، كل واحد ما بيسمع النشيد الوطني بتاعه. طبعا النشيد الوطني ده عباره عن بيهزه عباره عن ايه النشيد الوطني اصلا يا بسيونه؟ ما هي الكلمات بتاعته، هي الاحداث اللي الدوله مثلا بالظبط عاشتها او حاجه زي كده. احنا مثلا بنناضل بنجاهد اي حاجه. طبعا اي كلمات يا داليا معينه عن التضحية، عن الفداء، اي حاجة. طبعا في اي نشيد وطني دايما بيبقى فيها حاجة طبعا يا داليا بتعرفك ان البلد دي ضحت كتير. اكيد. فكلمات النشيد نفسه اصلا بتخليكي تعرفي الدولة دي قد ايه طبعا دولة عظيمة ودولة وضحت طبعا كمان. يعني كل نشيد وطني لاي دولة عربية طبعا يا داليا عملوا زي ما يقولوا كده ان هو ايه، بيبقى مكتوب بالدم. أيوة. بيبقى معروف. أيوة. كلماته بتتكلم عن ايه. فطبعا كلنا عارفين ان طبعا السودان يا داليا دوله كبيره. والنشيد الوطني طبعا كل دوله بتفتخر بالنشيد الوطني بتاعها. لكن النهارده يا داليا لما تيجي تسمع النشيد الوطني طبعا لكل دوله عربيه وتقيمهم من حيث ان هو من هتلاقي كل واحد اقوى من الثاني على فكره. ده انا خلي بالك انا مانيش فاكر من الدوله العربيه اللي النشيد الوطني يعد بتاعها من اول الاناشيد الوطنيه. في دوله عربيه كانوا عاملين ترتيب كده، كانوا عاملين احصائيه كده، بس مش فاكر هي ايه الدوله دي. ممكن تكون العراق او سوريا على ما اعتقد، متهيألي، بس انا ما اعرفش بصراحه هي ايه الدوله دي. بس طبعا يا جماعه النشيد الوطني عامه بيسير الدم في اي واحد طبعا بيسمعه، بيخلي عروق الواحد بتتنفض يا داليا لما يجي يسمع الكلمات دي. فطبعا يا جماعه احنا هنعرض عليكم النهارده الفيديو اللي معانا. بس طبعا يا جماعه عايزين الكل ينزل يصلي على النبي ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات توصل حضراتكم اول باول. ويلا بينا نشاهد الفيديو. نحن أسود الغاب أبناء الحروب، لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب، نحفظ السودان في هذه القلوب، نفتديه من شمال أو جنوب، بالكفاح المر والعزم المتين، وقلوب من حديد لا تلين، نهزم الشر ونجلي الغاصبين، كنسور الجو أو أسد العرين، ندفع الردى نصد من عدا، ندفع الردى نصد من عدا. نحن جند الله جند الوطن، إن دعا داعي الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن، هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم، يا بني السودان هذا رمزكم، يحمل العبء ويحمي أرضكم، ندفع الردى نصد من عدا، ندفع الردى نصد من عدا.
نحن جند الله جند الوطن. إن دعا داعي الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن. هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم، يحمل العبء ويحمي أرضكم. وطبعا يا جماعه زي ما كلنا سمعنا، خلي بالك انا اول مره اسمع النشيد الوطني السوداني واركز في طبعا كلماته مؤثره وكلماته معبره زي ما اتكلمنا في بدايه الفيديو، وقلنا طبعا كل نشيد وطني لاي دوله عربيه بيجسد لك الدوله وبيعرف لك هي ايه الدوله دي، وطبعا قد ايه عانت، وطبعا هو بيتكلم ان احنا طبعا ارضنا جند الله وجند الوطن، جند الله، وديت طبعا ارضنا وهنحميها ومفيش حد هيقدر يعدي علينا، وان اي حد عدى الوطن طبعا ما بيخونوش الوطن بتاعهم، مفيش حد يا داليا يقدر يخون الوطن، وبنتحدى الموت قبال الوطن يفدوا بنفسهم قدام الوطن، لان الوطن ده هو كل حاجه، فدي طبعا عالمكم وده ارضكم، انت الارض فلازم تعرفوا ان دي كل حاجه لكم، فلازم تضحوا عليك طبعا. انت فاهم يا بسون ان الارض اي واحد ارضه لازم بنضحي عليها باغلى حاجه، بالغالي والنفيس طبعا عشان خاطر ايه بلدنا، لازم نحافظ عليه، مفيش حد يحب اللي هو يخون بلده او اكيد وبتضحي بها بكل حاجه طبعا يا دليل، لان الوطن ده غالي، الوطن دوت هو عنوانك اكيد. يعني ينفع الواحد يعيش بلا هويه كده خالص، يبقى كأنه جاي في الدنيا زي ما جاش؟ لا طبعا. فهو الوطن دوت بيعرفك ان انت ابن مين، صح، انت ابن مين، انا ابن مصر، انت ابن السودان، انت ابن العراق، انت ابن ليبيا، فهو الوطن ده هو كل حاجه، هو الحب. فطبعا يا جماعه احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت يا جماعه تنزلوا تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.